شئنا أم أبينا يوجد داخل التراث من يقول بتحريف القرآن. أي نوع من أنواع التحريف إحنا لا نعلم لحد وقتنا. ضيوف المحترمين هيقدموا لنا مادة النهاردة هنبحث في صحتها. من الذي يقول بالتحريف ومن الذي بالتحريف ومن الذي يؤكد بتحريف القرآن الكريم؟ الشيعة. 5 دقائق في البداية. ما مفهومك عن التحريف، تحريف القرآن؟ وهل أنت كرجل شيعي شايف إن السنة بيقروا ويعترفوا ويؤكدون بتحريف القرآن؟ وأي نوع من التحريف؟ اتفضل 5 دقائق مع حضرتك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم أجمعين من الأولين والآخرين. اللهم انع الأول ظلم حق محمد وآل محمد. حياك الله أستاذ محمد، وحيا الله المشاهدين، وحيا الله الأستاذ عيسى الفاروق. أحبتي، التحريف، تحريف القرآن ما بين السنة والشيعة. أحبتي، التحريف الذي وقع عند أهل السنة والجماعة. أما أن المذهب الشيعة الإمامية الاثنا عشرية، هناك عندنا قواعد، وقواعد عندنا معروفة، قواعد عن حديث الإمام الصادق عليه السلام وعن حديث الإمام الرضا عليه السلام، عندما قال الإمام الصادق عليه السلام، قال: إذا جاءتكم رواية فاعرضوها على القرآن، فإذا كانت مطابقة القرآن فخذوا به، فأما إذا كانت مخالفة القرآن فاضربوا به بعرض الجدار. هذه قواعد واضحة. أما عند أهل السنة والجماعة هذه ليس عندهم هناك أي قواعد من هذه القاعدة. هذه قاعدة واضحة. جيد أحبتي، أما إحنا سوف نتطرق إلى التحريف القرآن عند أهل السنة أو عند الشيعة الإمامية. عندما أي مقابيلي عندما يأتي لي رواية أو كلام من علماء الشيعة الإمامية ينقله كاملا، لا ينقله بالبتر والتدليس. هذا لا يجوز. هذا تعتبر خيانة. هذه. شوفوا أحبتي، حتى هناك من العلماء علماء من أهل السنة والجماعة ينزهون الشيعة عن قول التحريف القرآن. هناك سوف أذكر لكم 10 علماء من أهل السنة والجماعة، حتى ضمنهم من علماء الأزهر الذين يقولون أن الشيعة الإمامية الاثنا عشرية لا يعتقدون بالتحريف القرآن. شوفوا أحبتي، سوف ننقل لكم رواية واحدة عند أهل السنة والجماعة تقول: قد ذهب منه قرآنا كثير. وهذه رواية صحيحة معتبرة، لا يمكن أي شخص أن يطعن بهذه الرواية. جيد أحبتي، أولا إن من الغريب أن المتون الدالة على التحريف القرآن هي أكثر وافر في كتب أهل السنة والجماعة. فهنا نذكر لكم رواية صحيحة السند من كتب أهل السنة والجماعة تدل على أن كثير من الآيات القرآن الكريم قد فقدت. أين هذا الدليل يا أحبتي؟ أنا أتمنى من الأستاذ عيسى الفاروق أن يجهز معي ورقة وقلم. أما ذا بدون لا يكتب معي ولا، هذه طامة كبرى عزيزي. شوفوا أحبتي، في كتاب فضائل القرآن لأبي عبيد القاسم ابن سلام برقم 699 الصفحة 115 يقول: حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: لا يقول لأحدكم إن أخذت القرآن كله، ما يدري هو ما كله، قد ذهب منه قرآن كثير. هذا كلام واضح كوضوح الشمس أحبتي. أما إذا يطلع لي يقول أستاذ عيسى يقول هذه رواية ضعيفة لا يمكن أن نأخذ بهذه الرواية، لا أقول لك يا أستاذ عيسى، أقول هذه رواية صحيحة ورجاله ثقات، رجال الصحيحين. وإذا تحب سوف أذكر لك تراجم هؤلاء. جيد أحبتي، أنا تطرقت قبل قليل أن هناك من علماء أهل السنة والجماعة ينزهون الشيعة الإمامية عن التحريف القرآن الكريم. جيد أحبتي، أولا نذكر لكم الشيخ محمد أبو زهرة في القرآن بإجماع المسلمين، هو حجة الإسلام الأول، يقول آخره يقول: إن أخواننا الإمامية باختلاف منازعهم يرون كما يراه كل المؤمنين. هذا في كتاب الإمام الصادق الصفحة 296. جيد. أما يقول الشيخ الثاني أول الهندي يقول: القرآن المجيد عند جمهور العلماء الشيعة الإمامية الاثنا عشرية محفوظ من التغيير والتبديل، ومن قال منهم
بوقوع النقصان فيه فقول له مردود غير مقبول عندهم، عند الشيعة الإمامية. نعم هذا كلامنا، نعم، فنحن نتفق مع هذا سماحة الشيخ، هذا جيد. أما هذا الشيخ محمد الغزالي ماذا يقول أحبتي؟ اسمعوا ماذا يقول سمعت من هؤلاء يقول في مجلس العلم إن الشيعة قرآنا آخر ويزيد وينقص عن قرآننا المعروف. فقلت أين هذا القرآن؟ لماذا لم يطلع عليه الإنس والجن على هذه النسخة من خلال هذا الدهر الطويل؟ لماذا يساق هذا الافتراء؟ لماذا هذا الكذب على الناس وعلى الوحي؟ هذا سنة أم ليس سنة؟ نعم سنة. سوف أنا عندي هناك 10 علماء من أهل السنة والجماعة ينزهون الشيعة الإمامية الاثنا عشرية رضوان الله تعالى عليهم عن التحريف القرآن. جيد أحبتي، أنا سوف نسأل سؤال. أنا تطرقت 3 علماء، أنا ربما وقتي ينتهي. أنا أتمنى من الأستاذ عيسى أن يجاوبنا على هذا السؤال حتى ننطلق من هذا السؤال. يا أستاذ عيسى، ما هو حكم الذي يعتقد بتحريف القرآن عندكم وليس عندنا؟ عندكم. أتمنى من الأستاذ عيسى أن يجاوبني على السؤال. شكرا. أما هنا قرأت له رواية صحيحة معتبرة. 5 دقائق، نحاول نلتزم بال5 دقائق. شكرا أستاذ علي. ننتقل إلى الأستاذ عيسى. اتفضل أستاذ عيسى، 5 دقائق. طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. المحاور علي الكناني في النهاية قال أريد يعني حكم من يقول بالتحريف عندنا، ولا يريد أن يجيب هو ما حكم من يقول بالتحريف عندهم. لماذا؟ لأنه يعرف أن الروايات التحريف عندهم متواترة، يعرف أن علماءهم مطلقون على أن القرآن محرف. طيب هل تسمعني يا أستاذ محمد؟ بارك الله فيك، لأن في الصوت عنده تقطيع. تسمعني أستاذ محمد؟ نعم تسمعني؟ صوتك واضح. نعم طيب. نعم صوتك ممتاز. الذي يقول طبعا الرجل خرج، ننتظره حتى يدخل. أستاذ محمد ننتظره، وقف الوقت حتى يدخل يعني. ما فيش مشكلة. خلينا ان احنا نقول طيب الشباب اللي موجودين معانا على البث المباشر في القناة، نرجو من حضراتكم الاحترام المتبادل، وبعد إذنكم نتفاعل مع البث لو سمحتوا بعد إذنكم. أهلا وسهلا بالمشرفين المحترمين اللي موجودين معانا أيضا. طيب خلينا لغاية ما يكون موجود معانا الأخ علي، خلونا إن احنا نسأل أستاذ عيسى. حضرتك بتقول إن في تحريف. طيب انت ممكن تدينا احنا خارج الوقت بتاعك أستاذ عيسى، خارج الوقت بتاعك للمشاهدين أيضا، حد ما الضيف يكون موجود معانا مرة تانية. يعني احنا عايزين ناخد من حضرتك معطيات ومن حضرته أيضا معطيات. انت اتفضل، معاك الوقت، وانا الوقت ده خارج الوقت المحسوب. قول لنا هل في فعلا، او يعني بلاش ان انت تعقب على ما طرح من الاخ علي لغايه ما هو يكون موجود معانا، ولكن انت ممكن تدينا رؤوس اقلام وتدي للمشاهدين رؤوس اقلام. هل فعلا تم التحريف، او هل فعلا الشيعة من وجهة نظرك بعد بحثك يقولون بتحريف القرآن؟ اتفضل يا أستاذ زيد. طيب بارك الله فيك. بلا شك عقيدة الشيعة قائمة على تحريف كتاب الله جل وعلا، أنه أسقط منه آيات كثيرة، بل عندهم هذا القول من ضروريات الدين الشيعي، من ضروريات المذهب الشيعي. الأستاذ عيسى يعيد كلامه. أستاذ عيسى عيد كلامك بلا زعم عليك حتى أسجل وراك. إن شاء الله. إن شاء الله. بداية قلت يا أستاذ علي أريد حكم من يقول بالتحريف. طيب أنت يفترض أنك كنت في مداخلتك تقول ما حكم من يقول بالتحريف عندكم؟ يعني أنتم الذي يقول بالتحريف كافر أو مسلم عندكم؟ طيب أما عندنا نحن كافر، الذي يقول بالتحريف كافر بلا شك، لأنه طعن في كتاب الله جل وعلا. فما حكمه عندكم؟ هذا السؤال رقم 1 الذي يجب أن تجيب عليه، ولا تتركه، لأنك لو تركته تبين للمشاهد الهروب أنك تهرب. طيب تقول أهل البيت قالوا اعرضوا رواياتنا على القرآن الكريم. هو يا أستاذ علي من يفهم القرآن الكريم؟ حضرتك أو السيستاني أم المعصوم؟ المعصوم هو الذي يفهم القرآن الكريم. فأنت بأي شيء تفهم القرآن الكريم حتى تعرض الروايات عليه؟ أنت حضرتك ما تفهم القرآن الكريم. القرآن الكريم لا يفهمه إلا القيم، والقيم هو الإمام، والإمام غير موجود، وأنت لا تفهم القرآن الكريم، فكيف تعرض رواية على كتاب أنت لا تفهمه أساسا؟ هذا شيء عجيب. يقول رواية ذهب منه قرآن كثير.
أي يعني بالنسخ، أي يعني بالنسخ. فهذا كما نقله الإمام ابن حجر العسقلاني في فتح الباري يقول: وقد أخرجه ابن دريس من حديث ابن عمر أنه كان يكره أن يقال الرجل قرأت القرآن كله، ويقول أنه منه قرآن قد رفع. قرآن قد رفع يعني رفع، يعني نسخ يعني ما قرأه كله، لأنه في كثير قرآن رفع. طيب يعني نسخ. عقيدة الشيعة يا علي الكناني قائمة على التحريف. يقولون أن رواية التحريف متواترة. تفضل خذ على سبيل المثال هنا أوائل المقالات للشيخ المفيد. يقول هنا في صفحة 91: في تأليف القرآن وما ذكر قوم من زيادة فيه ونقصان، أقول إن الأخبار قد جاءت مستفيضة عن الأئمة الهدى من آل محمد باختلاف القرآن وما أحدثه بعض الظالمين فيه من الحذف والنقصان. من الحذف والنقصان، أي الروايات مستفيضة في أن كما يقولون الشيعة أن الصحابة حذفوا آيات، نقصوا من القرآن الكريم. طيب أيضا من الذي قال أن القرآن الكريم محرف وبالتواتر؟ شاهد هنا الدرر النجفية ليوسف محراني يقول: وذهب جمع إلى وقوع ذلك، وبه جزم ثقة جليل علي بن إبراهيم القمي في تفسيره، وهو ظاهر تلميذه الكليني أيضا في الكافي، حيث أكثر من نقل الروايات الدالة على حذف والنقصان ولم يتعرض لردها ولا تأويلها. وظاهر الثقة الجليل أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في كتاب الاحتجاج. الكليني أستاذه علي بن إبراهيم القمي والطبرسي كلهم يقولون بالتحريف. فما حكم من يقول بالتحريف حضرتك؟ طيب أيضا من الذين يقولون أن الروايات متواترة، شاهد هنا ماذا يقول: مشارق الشموس الدرية. طيب يقول: والحاصل في الأخبار من طريق أهل البيت أيضا كثيرة إن لم تكن متواترة، على أن القرآن الذي بيدنا ليس هو القرآن بتمامه كما أنزل على محمد، بل منه ما هو خلاف ما أنزل والله ما أنزل الله، ومنه ما هو محرف ومغير، وأنه قد حذف منه أشياء كثيرة، منها اسم علي في كثير من المواضع، ومنها لفظة آل محمد، ومنها أسماء المنافقين، ومنها غير ذلك، وأنه ليس على الترتيب المرضي عنه عند رسول الله. هذه أقوال علمائك يا أستاذ علي الكناني تصرح تقول أن القرآن بالتواتر، روايات متواترة، أن القرآن ناقص. فأنت يلزمك الآن شيء، أن تخبرنا ما حكم من يقول بالتحريف. هذا رقم واحد. رقم اثنين: إن كان مراجع الشيعة يا علي الكناني يدافعون عن القرآن ويعتقدون أن القرآن غير محرف، هل ممكن تتحفني بمرجع واحد، مرجع شيعي واحد يقول في فتوى ما حكم من يقول بالتحريف؟ أنا أتحداك وأتحدى الشيعة قاطبة أن يعطيني مرجع واحد، مرجع واحد يقول حكم من يقول بالتحريف، مسلم أو كافر، فقط. أعطيني واحد فقط حتى نعرف أنتم هل تصرحون بالتحريف والله تدافعون عن القرآن الكريم الذي طعنتم فيه. أيضا الطبرسي هنا يعترف بأن القرآن ناقص. ينقل أغا بزرق الطهراني في الذريعة الجزء السادس عشر صفحة 231 يقول في فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الألباب: الطبرسي ألف كتاب كامل في التحريف. طيب أبا غزرق الطهراني هنا يقول أنه يقول بالنقيصة، أن القرآن ناقص. طيب هؤلاء علماء الشيعة وهذه رواياتهم متواترة. طيب تقول وتصرح بالتحريف أن القرآن ناقص. نعم، شكرا أستاذ عيسى على المعطيات. أستاذ علي أيضا شكرا. حكم من يقول بالتحريف يا أستاذ علي الكناني، حكم من يقول بالتحريف. فهمت السؤال. أستاذ علي تفضل 5 دقائق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. شاهدوا أحبتي، بدأ أستاذ عيسى الفاروق بالتدليس. مع احتراماتي لك والله دلست. تعالوا أحبتي إلى كتاب أوائل للشيخ المفيد. الشبهة ماذا يقول؟ هذا ما أكمل ماذا يقول؟ يقول وعندها إن هذا القول أشبه مقالة من ادعاء النقصان. من اكمل عزيزي، اكمل كلام شيخ المفيد. ان شيخ المفيد لا يعتقد بتحريف القرآن. قسما بذات الله، شيء مضحك، امر مضحك. ماذا يفعلون احبتي؟ قسما بذات الله ينصرون دينهم بالكذب والتدليس. احبتي هذه النقطة الأولى جاوبت عليها، دلس على شيخ المفيد. جيد. النقطة الثانية احبتي، طامة كبرى، ان عمر بن الخطاب الآن كافر. كافر نعم بالروايات الصحيحة. يقول نحن عندنا وين الحكم؟ وين علي الحكم وين؟ حكم قول بتحريف وين؟ حكم القول بتحريف وين؟
انت وين حكمك؟ اي اسمع لا تقاطع، اسمع جاوبني. طيب جاوب. ليش تترك السؤال؟ ليش تترك السؤال؟ اسمع انت تهرب، انت تتهرب يا رجل، انت تتهرب. جاوب مثل ما انا جاوبت. جاوب لا تتهرب. جاوب لا تتهرب. جاوب يا رجل. اسكت. طيب جاوب. حكم من يقول بالتحريف ايش حكمه؟ يلا ولادي يلا كافر. جاوب. ليش تتهرب؟ جاوب يلا ولادي يا استاذ محمد. الزمه الان، هذا يتهرب. هذا حكم من يقول بالتحريف. الان يجاوب مثل ما انا جاوبت. يجاوب هو. يلا اسمع. من الادب لا تقاطع. لا جاوب على السؤال. طيب لا تتهرب. لو سمحت من الادب انك تجيب. على السؤال. لا تتهرب. اسكت. تأدب وجاوب. جاوب على السؤال. جاوب على السؤال. ان عمر بن الخطاب جاوب يا حيدرية. جاوب يا حيدرية. جاوب يا قرارية. جاوب. يعني احنا نحن شيعة علي بن ابي طالب. شيعة ابليس انتم. شيعة ابليس. جاوب شيعة ابليس. اسكت. جاوب يا شباب ممكن تسمعونا لو سمحتوا بعد اذنكم. ممكن تسمعونا لو من الادب لا يقاطعني. انا لا اسمح اي شخص ان يقاطعني. ومن الادب انك تجيب. مش تتهرب. قاعد بيت ابوك. نعم جاوب مثل ما انا جاوبت. تجاوب يا شباب ثواني. جاوب. يلا جاوب. خلينا نقول حاجه بعد اذنكم. بعد اذنكم بس احنا نحترم البرنامج والمشاهدين. وخلي بس البرنامج لما يتكلم مع حضراتكم مع اذنكم يعني تسمعوه زي ما هو بيسمعكم. معلش يا استاذ عيسى لو سمحت. هو عنده 5 دقائق. حضرتك عندك 5 دقائق. انت سالت سؤال. ايش اللعب الاطفال هذا؟ لعب اطفال. طفل هذا. اقول لك ثواني. هو اكيد الرجل ده تأدب تأدب. يا شباب لو سمحتوا بعد اذنكم اسمعونا بعد اذنكم. اكيد هو مدون السؤال ده. فخلينا ان احنا نعطي مساحه في البدايه. وهو الاستاذ علي اكيد مدون السؤال بتاع حضرتك. واكيد ان هو هيعقب عليه ويوضح. لان السؤال الشيعي هو موجه لعامه الشيعه. السؤال السني هو موجه لعامه السنه ايضا. خلينا نقول استاذ علي اتفضل كمل وقتك. جيد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعيد وقت من البداية. لا أسمح لأي شخص أن يقاطعني. هذا وقتي. اسمعوا أحبتي. قال عيسى الفاروق أحبتي. قال من الذي يعتقد بتعريف القرآن كافر. اسمعوا أحبتي. لقد عيسى الفاروق حكم على عمر بن الخطاب إنه كافر. الله أكبر. تعالوا أحبتي. كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري. انظروا أن عمر بن الخطاب كيف كان يقرأ سورة الفاتحة. اسمعوا. هسه يقول لي بالناسخ والمنسوخ. ماكو. باطل هذا الناسخ والمنسوخ. لا يوجد اسمه شيء ناسخ ومنسوخ. جيد. تعالوا أحبتي. فتح الباري بشرح صحيح البخاري. قال قرأ عمر غير المغضوب عليهم وغير الضالين. رواية صحيحة معتبرة. إذن إن عمر بن الخطاب الآن كافر. الله أكبر. انظروا أحبتي. أن عمر بن الخطاب كيف كان يقرأ؟ يقول غير الضالين. اخرج لي هذه الآية. أين كلمة غير؟ أين؟ نعم. حكمت على عمر بن الخطاب كافر. نعم. اسمع. جيد. يقول كتاب المقالات. نعم بيان تدليسك فيها. يقول اعطيني مرجع واحد اتحدى يقول ان حكم مسلم امن كافر. لا نحن لا نكفر. نقول هذا اخطا. لا نكفر. اما انتم لا كفرتم. انت الان اعترفت. كفرت عمر بن الخطاب. نعم. كفرت عمر بن الخطاب. تعالوا احبتي. كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري مجلد 9 الصفحة 634. ماذا يقول؟ يقول قرأ عمر غير المغضوب عليهم وغير الضالين. يا عيسى الفاروق فهنيئا لك. لقد حكمت على عمر بن الخطاب انه كافر. لقد اين يقول الناسخ والمنسوخ. عجيب والله امركم عجيب. تضحكون على الناس. اين؟ اعطيني حديث عن النبي محمد صلى الله عليه وآله قال بالناسخ والمنسوخ. أتحداك. يلا تفضل أعطيني. هنيئا لك. كفرت عمر بن الخطاب. جيد أحبتي. تعالوا أحبتي. هذه الرواية لا يمكن عيسى الفاروق أن يطعن بهذه الرواية. أين ذهب أحبتي؟ ذهب إلى الناسخ والمنسوخ والناسخ والمنسوخ باطل. لا ماكو دليل عنده. يضحكون فقط على الناس أحبتي.
تعالوا، يقول حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، اسمع، يقول عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال لا يقول أحدكم قد أخذت القرآن كله ما يدريه ما كله، قد ذهب منه كثيرا، ذهب منه قرآن كثيرا يا عيسى الفاروق. طيب يقول أحبتي الطبرسي يقول بالتحريف القرآن ألف كتاب، هذا الكتاب عندي شوفه فصل الخطاب، هذا كتاب فصل الخطاب، هذا كتاب فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب. منو علق عليه؟ منو علق عليه؟ اسمع، كتاب إثبات عدم التحريف، تحريف الكتاب مجلديا، هاك تفضل. هذا الطبرسي لا يعتقد بتحريف القرآن أبدا، وأتحداك أن تثبت لي أن الشيخ الطبرسي يعتقد بتحريف القرآن، ما يمكن. هذا جاب هذا الكتاب كلها روايات من كتبكم، ان كتبكم تقول بالتحريف القرآن، عندكم روايات متواترة في هذا الامر بتحريف القرآن. اما انتم الان يا عيسى الفاروق فهنيئا لك، كفرت عمر بن الخطاب. شكرا لك. خلاص اسكت، اغلق فمك، اسكت خلاص، اسكت خلاص، خلاص اسكت خلاص. شاهدتم كيف تهرب الرافضي من السؤال وقال ان من يقول بالتحريف لا مخطئ من يقول. أنا إيش علاقتي مخطئ؟ ما حكمه في الشرع أيها الهراب الفرار؟ ما حكمه في الشرع؟ هل هو مسلم أم كافر؟ طيب هذا أول نقطة. أنت مخطئ. شو المخطئ؟ هذا حكم مخطئ، مش حكم يا هراب. هل هناك مرجع حكم على من يقول بالتحريف؟ أعطيني فتوى واحدة من مرجع تقول أنه من يقول بالتحريف مسلم كافر. ما عندك. ليش؟ أنتم تقولون بالتحريف أساسا، أنتم تقولون تعتمدون على قولكم بالتحريف. أما الرواية طبعا هذا مسكين ما يعرف ما في كتبه، جاي يعني يتضحك فقط ويسوي هكذا فقط. شوفوا يقول غير المغضوب عليهم وغير الضالين. طيب هذه عندك، المعصوم يقول بها، المعصوم كافر عندك. المعصوم تفضل شوف تفسير علي بن إبراهيم القمي عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله إنه قرأ اهدنا الصراط المستقيم صراط من أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وغير الضالين. نفس القراءة. طيب نفس القراءة. هل تكفر جعفر الصادق أبي عبد الله؟ تكفره يا أيها الهراب الذي تهرب من الأسئلة؟ هل تكفره؟ ما تكفره. أما النسخ فعلماءك يقولون بالنسخ. تفضل. الميرزا أبي القاسم القمي في القوانين المحكمة في الأصول المتقنة، طيب صفحة 230 يقول يجوز نسخ تلاوة دون الحكم وبالعكس وهما معا، والمخالف المذكورات شاذ. أما الأول فكما ورد في أخبارنا أنه كان من القرآن أن الشيخ وشيخ إذا زنيا فرجموهما نكالا من الحق، فنسخ تلاوته مع استقرار حكمه. فهناك نسخ في القرآن. أنت تنكر نسخ، علماءك ما ينكرون لأنك أنت جاهل فقط لا أكثر ولا أقل. طيب من يقول بالنسخ أيضا؟ كتاب نهاية الأصول إلى علم الأصول يقول في جواز نسخ التلاوة دون الحكم وبالعكس. أيضا عندكم نسخ تلاوة، فلماذا تنكر أنت شيء علماءك أقروه؟ طيب هنا أيضا الشبهة، طبعا هو هرب من السؤال. إذا كان الذي يقول أن القرآن محرف مخطئ وهو الثقل الأكبر، طيب لماذا تكفرون من طعن في الثقل الأصغر؟ إذا كان الذي طعن في الثقل الأكبر مخطئ فمن باب أولى الذي يطعن في الثقل الأصغر مخطئ. فلماذا تطعنون في يزيد مثلا على سبيل المثال وتلعنونه وهو طعن في الحسين وهو فرد من الثقل الأصغر؟ ولماذا تطعنون فيه إذا كان الذي يطعن في الثقل الأكبر مخطئ؟ أنتم تقولون مخطئ لأنكم تعتقدون اعتقادا جازما أن علماءكم رواياتكم كلها تقول بالتحريف، تقول أن القرآن محرف. على سبيل المثال تعالوا معنا نشاهد. هنا نعمة الله الجزائري يقول في رياض الأبرار في مناقب الأئمة الأطهار، أقع لي هذه ممكن. قال أقول روي مستفيضا في الأخبار أنه كان في القرآن لعن بني أمية وجماعة من قريش بأسمائهم فاسقطوهم من قرآن عثمان ومن بقي من المصاحف التي كانت في عصر معاوية، حتى وأنه روى عمر بن العاص لما كان واليا على مصر من قبل عثمان قال يوما على منبر انظروا إلى إنصاف بني أمية قد كان في القرآن 1000 آية نزلت لعنهم في لعنهم. طيب هذا نعمة الله الجزائري عندكم وهو من كبار علمائكم يقول أن الروايات مستفيضة في التحريف. طيب هل هو مخطئ أيضا؟ ما هذا دينكم يقول بذلك. أما المفيد هنا شاهدوا ماذا يقول لي لا أنت ليش ما تكمل؟ أكمل لك. طيب فأما القول في التأليف الموجود يقضي فيه بتقديم المتأخر وتأخير المتقدم ومن عرف الناسخ والمنسوخ. طيب وأما النقصان فإن العقول لا تحيله ولا تمنع من وقوعه. طيب القول بالنقصان
فإن العقول لا تحيله ولا تمنع من وقوعه. هذا المفيد اللي أنت جاي ترقع له. طيب أيضا من الذي قال بهذا الكلام؟ الفوائد الحائرية الوحيد البهباني عندهم. طيب يقول في الصفحة 286 هنا لكنهم اختلفوا في أنه هل وقع فيه تغيير أم لا القرآن الكريم. يقول الظاهر من الأخبار الكثيرة الوقوع أنه محرف. طيب أما الطبرسي فهذا أبا غزرق الطهراني، مش أنت. أبا غزرق الطهراني في الذريعة يقول عدا آيات الأحكام وقوع تنقيص عن الجامعين بحيث لا نعلم عين المنقوص المذكور، أي أن يقول أن الطبرسي أثبت في كتابه فصل الخطاب أن القرآن ناقص. فأنت كيف ترقع؟ أنت هراب، أنت ما عندك فتوى من مرجع ما حكم من يقول بالتحريف. تفضل جاوب ولا تتهرب. جيب الحكم يلا. من البداية الوقت هيكون 3 دقائق 3 دقائق. تفضل جيب الحكم يلا من علمائك من مراجعك يلا. ما نسمع كلام الهرابة، ما نسمع كلام أعدائهم أجمعين. يلا بابا اسكت، بابا اسكت من الأدب. جاوب على السؤال. جاوب على السؤال. اسكت يلا اسكت قاعد شنو غرفة التحقيق. اسكت بابا اسكت. يلا يقول الناسخ والمنسوخ. لا أجاوبه من السؤال الأول. أستاذ محمد أتمنى لا يتكلم. إذا قاطعني أعيد وقتي. ما أسمح أي شخص يقاطعني بوقتي. طيب اتفضل. خليه هو في 3 دقائق 3 دقائق أستاذ عيسى بعد إذنك. بلاش إن إحنا نقاطع بعض. اتفضل من الآن ابدأ. يقول إن هذه عندكم المعصوم قال غير المغضوب عليهم، غير المغضوب وغير الضالين. عجيب. لماذا تدلسون؟ لماذا تضحك على الناس؟ يا أخي انقل بالأمانة العلمية. اسمع، هذه رواية ضعيفة. خذها رواية ضعيفة. لماذا تكذب؟ بالله عليك أنت تكذب على من؟ بابا افهم قدامك علي الكناني إن هذه الرواية رواية ضعيفة. إن عمر بن الخطاب في كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري كان يقرأ سورة الفاتحة يقول غير الضالين. فإذا الآن إن عمر بن الخطاب شنو؟ كافر. كافر. نعم حكمت عليه بالكفر. نعم. يقول الناسخ والمنسوخ عند الشيعة. عجيب والله أمركم عجيب. لماذا يا أخي شنو أعلمك. عجيب أمركم. بابا هذا من باب الإلزام. لكم. من باب الإلزام. لماذا تكذب على الشيعة؟ يا رجل انقل بالأمانة العلمية. اسمع جيد. يقول علي جاهل. بابا الجاهل تعرف من هو؟ الذي لا يعرف أحكام التيمم. اسمعوا أحبتي. يقول أنتم تطعنون بالثقل الأكبر ومخطئ ويقتل الحسين كافر. عجيب والله العظيم هذه مغالطة أحبتي. تعالوا أحبتي. يقول إن الشيعة يكفرون قتلة الحسين إنهم طعنوا بالثقل الأصغر، لا يكفرون من يقول بالتحريف القرآن وهو يطعن بالثقل الأكبر. بابا أصحح لك الشبهة، ما تعرف حتى الشبهة ما تعرف تنقلها. يقول لنا طيب حتى لو من قتلة الحسين قتل نتيجة شبهة فلماذا تكفرون من يطعن بالثقل الأصغر إلى آخره. يقول طيب ما هو حكم يقول بالتحريف القرآن مع أنه مكذب لآيات القرآن، مخطئ ومكذب نصوص السنة النبوية. ونريد منكم هذا الآخري. وأما هذا الشخص لا ينكر القرآن، الذي يطعن القرآن ما ينكره. عزيزي عند الشيعة الإمامية لا يكفرون أحدا. نقول إن هذا الرجل مخطئ. أما أنتم عندكم إن الذي يطعن بالقرآن فهو كافر. ثانيا لك كفر عبد الله بن مسعود. اسمع أهربي وتبرقعي. خلاص أكمل وقت هذا الهراب. طيب بلاش مقاطعة يا أستاذ عيسى. طيب شكرا يا أستاذ علي. اتفضل 3 دقائق أيضا. طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول هذا المسكين أن هذه الرواية ضعيفة. طبعا هو لم يأتي بدليل لأنه يريد أن يفر ويهرب بأي طريقة كانت. تعالوا شوفوا ماذا يقول علماءهم الكبار عن أن هذه قراءة أهل البيت أيضا. طيب يقول هنا الطوسي يقول وقرأ صراط من أنعمت عليهم عمر بن الخطاب وعبد الله بن زبير وروى ذلك عن أهل البيت رضي الله عنهم. وقال طبرسي وقرأ صراط من أنعمت عليهم عمر بن الخطاب وعمر بن عبد الله الزبير وروى ذلك عن أهل البيت. يقول أيضا محمد آصف محسني في كتابه يحتمل حمل على اختلاف القراءة.
آصف محسن عندك يقول هذا يحتمل على اختلاف القراءة، فعندك مشكلة عدي اعرضها على من؟ على آصف محسن مش علي أنا. اذهب تكلم مع آصف محسن وهو من كبار علمائكم. أيضا الذي يقول هنا الملا صدرة وقرأ عمر بن الخطاب وعمر بن الزبير صراط من أنعمت عليهم وهو المروي من أهل البيت. طيب فإذا الرواية هنا في اختلاف القراءات، علماءك اعترفوا بذلك، لذلك أهل البيت قرأوا بهذه القراءة، فهذا اختلاف قراءات. أنت جاهل والله ما تعرف بوعك من بوعك والله العظيم. هذه مسألة. وطبعا هو ما اسكت لا تتكلم الآن، اسكت تكلم في وقتك، اسكت. طبعا شفتوا كيف تهرب وقال أن من يقول بالتحريف مخطئ. إيش علاقتي بكلامك؟ أنت كلامك ما يساوي عندي شيء، أنت نكر عندي. أنا أريد مراجعك ما حكم من يقول بالتحريف؟ هل مراجعك حكموا بهذا؟ هل قالوا أن من يقول بالتحريف كافر أو مسلم؟ أنت بهت ولم تعطي بجواب أساسا. لا مخطئ، خلاص من باب أولى تخطئون يزيد. نحن نتكلم منطق. الذي يطعن في الثقل الأصغر ما حكمه عندك؟ أنت عندك حكمه كافر، يزيد كافر ملعون. طيب من باب أولى الذي يطعن في الثقل الأكبر ملعون أيضا. لكن أنتم ما تقولون بهذا لأن ما عندكم عقول، ما في عقول. طيب ودينكم مزاجي فقط. طيب أيضا يقول هنا نقلنا الكلام حول هذه المسألة. يقول بيان في تفسير القرآن هنا ماذا يقول في صفحة 217: وأما الاحتمال تحريف الشيخين للقرآن عمدا في الآيات التي لا تمس بزعمتهم وزعمة أصحابهم فهو بعيد في نفسه. طيب هنا طبعا يقول أن القرآن حرفه عمر. طيب وقال آية محرفة. هنا طوسي في البيان يقول وأما احتمال تحريف الشيخين للقرآن عمدا في الآيات التي لا تمس بزعمتهم وزعمة أصحابهم فهو بعيد جدا. طيب إذا وين التحريف؟ هذا عالمكم ينفي التحريف عن أبو بكر وعمر، يقول ليش يحرفوا القرآن الكريم؟ فأنت جاوب الطوسي. طيب وما في جواب، جاي تضحك فقط أنت لا أكثر ولا أقل. أيضا هنا نذكر مسألة مهمة علمتهم الميرزا جواد تبريزي. شكرا أستاذ عيسى. نخلي الشق دوت في المداخلة الجاية، يعني نلتزم ب3 دقائق. أستاذ علي 3 دقائق. جيد. اولا اللهم صل على محمد وعلى محمد. اولا اذا ما يتادب انا عارف شلون ادبه. هذول مو مؤدبين، هذول تكلم بادب. نحن لسنا من الحسينيات يا نجس. تأدب تكلم بادب يا نجس. تكلم بأدب يا خنزير. يا جماعة بس ثواني. شنو سرسرية يا نجس؟ تعتقد أني من حسينية أنا؟ تعتقد أني تربية حسينيات أنا يا نجس؟ خلينا نتكلم. أستاذ علي بعد إذنكم. ثواني بعد إذنكم. أتمنى من حضراتكم إن أنتوا تراعوا إن في عوائل بتسمع البرنامج، في ناس قاعدة عايزة تسمع مادة، بعيد مساحة الشخصنة تماما. أرجوكوا إحنا عايزين مادة. أستاذ علي من الآن 3 دقائق، تفضل. جيد. أولا شوفوا أحبتي، أولا هذا الرجل ما أعرف إيش بيه، ربما خالف ما أدري إيش بيه الله أعلم. المهم أحبتي شوفوا، يقول الناس يقول عند الشيء عجيب. بابا افهم هذا من باب الإلزام لكم. من باب الإلزام لكم. جيد. يقول أن ما أعطى الدليل، يقول أن هذه رواية ضعيفة. عزيزي في معجم الرجال الحديث، وحتى هناك علماء من الأشياء الإمامية يقولون أن هذه رواية ضعيفة. مع ذلك أنزل معك شوف ايش قدر أعلمك بالروايات. مع ذلك حتى لو كانت الرواية ضعيفة، حتى لو كانت الرواية صحيحة، مع ذلك تخالف القرآن. أن القرآن ما يقول غير الضالين، ما يقول مخالف القرآن أم لا مخالف. نعم، الجواب نعم مخالف القرآن. أما إذا أنتم عندكم ما عندكم هذه القاعدة فهنيئا لك. إذا إن عمر بن الخطاب إذا كافر. جيد. السؤال هنا يقول عبد الله بن مسعود أيضا كافر. اسمع ماذا يقول عن عبد الله بن مسعود أنه حذف المعوذتين من المصحف، قال إنها ليست من كتاب الله. رواية صحيحة. مع ذلك هذه الرواية صححها ابن حجر في شرح البخاري، قال وقد صح عن ابن مسعود انكار ذلك، يعني انكار كون المعوذتين من القرآن. ونقل في كتاب تفسير الدر المنثور جزء السادس الصفحة 416. وأحمد بن حنبل ماذا يقول هذه رواية رجاله رجال الصحيح. تفضل لا ابحث بالجوجل، عصر جوجل أن ينقذك من هذه الطامة. هاي وحدة. اثنين أحبتي كيف يقرؤون. اسمعوا في صحيح مسلم يقول فنزلت هذه السورة
تبت يدا أبي لهب وقد تب. وين هذه؟ وينها بالقرآن؟ لماذا تعيبون على الشيعة الإمامية؟ لماذا؟ طلع لي اياها. يلا كلهم كفر، كلهم كفر. عبد الله بن مسعود كيف كان يقرأ؟ يقول أقرأني رسول الله صلى الله عليه وآله إني أنا الرزاق ذو قوة متين. وين هاي بالقرآن؟ وين؟ القرآن يقول إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أين هذا؟ تحريف أو مو تحريف؟ نعم تحريف، تحريف بعينه. يقول إن علماء الشيعة يقولون بالتحريف القرآن. عجيب والله، أمركم عجيب. هذا الشيخ محمد محسن فريد الكاشاني المتوفى 1919 يقول بعد الحديث إلى آخره قال دفع علي أبي الحسن عليه السلام مصحفا قال لا تنظر فيه إلى آخره. يقول ووجدت فيه اسم 70 رجل. قال إلى آخره يقول إنا له حافظون، إنا له حافظون. وقيل قد مضى الجواب عن هذا، ولأن الأخبار قد جاءت بذلك أخبار آحاد. شكرا يا استاذ علي، وشكرا بالتزامك بالثلاث دقائق. استاذ عيسى نحاول ان احنا نطرح استاذ علي نحاول نطرح مبدا. اتفضل استاذ عيسى، من الان 3 دقائق ايضا. طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هل تعلمون أن القول بالتحريف من ضروريات دين الرافضة؟ هل تعلمون ذلك؟ هذا موجود في كتبهم. هذا العلامة أبو الحسن العاملي. طيب ماذا يقول؟ يقول وعندي في وضوح صحة هذا القول، أي تحريف القرآن الكريم، بعد تتبع الأخبار وتفحص الآثار بحيث يمكن الحكم بكونها من ضروريات مذهب التشيع. طيب، وأنه من أكبر مقاصد غصب الخلافة. أنت لما بتصير شيعي لابد أن تقول بتحريف القرآن الكريم، وهؤلاء كبار علماء الشيعة مش أنا. يقول أبو الحسن العاملي أعلم أن الحق الذي لا محيص عنه بحسب الأخبار المتواترة الآتية وغيرها أن هذا القرآن الذي في أيدينا قد وقع فيه بعد رسول الله من التغييرات، وأسقط الذين جمعوه بعده كثيرا من الكلمات والآيات. طيب، مقدمة الثانية تفسير مآلة أنوار ومشكاة الأساس صفحة 36. طيب، فهو الدين يجب أن تعتقد به، أن تعتقد بالتحريف. طيب، أيضا هنا ماذا يقول؟ علمتهم النباطي الفتوني من أعلام القرن الثاني عشر في تفسير البرهان المسمى بمآلة الأنوار ومشكاة الأسرار، يقول وقد قال بهذا القول أيضا وافق القمي والكليني في التحريف في القرآن الكريم جماعة من أصحابنا المفسرين كالعياشي والنعماني وفروت بن إبراهيم وغيرهم، وهو مذهب أكثر محققين محدث متأخرين، وقول الشيخ الأجل أحمد بن عبد الطبرسي. طيب، في الاحتجاج وشيخنا العلامة باقر علوم أهل البيت وخادم أخبارهم في كتابه بحر الأنوار المجلسي، ويقول ويمكن الحكم بكونه من ضروريات مذهب التشيع، من ضروريات مذهب التشيع القول بالتحريف الطعن في كتاب الله جل وعلا. هذا علي الكيلاني يقول أن من يقول بالتحريف أخطأ، الذي يطعن في كتاب الله ويطعن في قوله إن نحن نزلنا ذكر وأن له لحافظون أنه أخطأ. يعني ما عندهم صيانة لا للقرآن الكريم ولا لشيء. لذلك هو يتهرب الآن كالهراب اللي 1200 عام هذا، يقول أنه والله لا أخطأ فقط لا أكثر ولا أقل. لم يأتي بفتوى من كبار علمائهم، لأنه مراجعهم ما في فتوى أبدا، لأنهم يقولون بالتحريف أساسا، لأنهم يقولون بالتحريف. أما المسخرة اللي أتى بها أن ابن مسعود حكى المعوذتين، افتح أي مصحف تجد في سنده ابن مسعود والمعوذات موجودة. يعني أنت عندك قرآن اليوم وفيه في سنده ابن مسعود. طيب، قراءة عاصب عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود، ماذا يقول؟ هذا مسكين. هذا علي تفضل 3 دقائق أيضا. شوفوا، أولا أستاذ محمد، شوف أستاذ محمد، إذا عاد هذه الكلمة قسما بذات الله، أقسم بذات الله أضربك ب 42 على رأسك. إذا هذا تقول الهراب عن الإمام المهدي، على رأسك أنت وراس مهديك، على رأسك ورأس مهديك، على رأسك ورأس مهديك ومراجعك، على رأسك ورأس مهديك ومراجعك أيضا. ثواني حيوان أنت وسيستانيك يا كلب. حيوان أنت الحيوان، أنت الحيوان يا نجس. تأدب يا خنزير، تأدب. أخلاق الحسينيات مش هنا في الحسينيات، أخلاق الحيوانات في الحسينيات هناك يا نجس. تأدب يا حثالة، يا أتباع الهراب الفراب. خلوني أعمل ميوت لو سمحتوا بعد إذنكم. أتباع الهراب الفراب. ثواني يا جماعة، الهراب الفراب. دقيقة واحدة يا جماعة. نرجس الذي يجيبون نرجس وبشر النخاص يا نجس. نرجس وبشر النخاص في دارها. مش هينفع كده، احنا مش هينفع نكمل كده، احنا بالشكل ده مش هينفع نكمل. احنا عايزين مادة من حضراتكم،
ما احنا قلنا في عوائل بتسمع البرنامج يا جماعه بعد اذن حضراتكم ما تاخدناش للمسار ده، يعني المشاده اللي بينكم ما تاخدناش للمسار ده بعد اذن حضراتكم. احنا المسار اللي احنا عايزينه، وعايزين من حضراتكم معطيات، وعايزين من حضراتكم ماده. بعد اذنكم، بعد اذنكم لو سمحت استاذ عيسى، بعد اذن حضرتك نحاسب على كلامنا ونحاسب على مصطلحاتنا. استاذ علي بعد اذنك نحاسب على كلامنا ونحاسب على مصطلحاتنا. بعد اذن حضراتكم، البرنامج بيقول احترام الرموز، احترام المقدسات، احترام الضيوف. لو سمحتوا بعد إذن حضراتكم، الإشارة من قريب أو من بعيد لأي رمز من رموز سنة أو شيعة مش هنقدر نكمل مسار، مش هنقدر نوصل للناس اللي هي عايزة مادة مسار بعد إذنكم، وأنتم جديرين بهذا. أستاذ علي من الآن تبدأ على طول، حضرتك تبدأ على طول 3 دقايق، خلاص إحنا كبرنامج وضعنا قواعد. بعد إذن حضراتكم، بعد إذنكم المرة الألف، بعد إذنكم مش هنقدر إن إحنا نخالف هذه القواعد. أستاذ علي ابدأ على طول 3 دقايق. جيد. أعوذ بالله من الشيطان الآن الرجيم. يعتذر، الآن يعتذر على طعني في أم المؤمنين هذا النجس، يعتذر هذا النجس، ولا تكمل المناظرة إلا أن يعتذر. الآن يعتذر هذا النجس، ابن النجس هذا يعتذر الآن، يعتذر هذا ابن النجس هذا الذي لعب بها بشر النخاص، الذي لعب بها بشر النخاص يتعذب ويعتذر الآن، يعتذر الآن أم المؤمنين النجس هذا. ثواني لا أحاول شخص يطعن في أم المؤمنين هذا النجس. ثواني. طيب احنا مضطرين ان احنا ننهي الحلقة، مش هينفع ان احنا نكملها بالشكل ده. خليني ان انا اشكر الضيوف واشكر المشاهدين، مش هنقدر، محدش هيقدر يكمل بالشكل ده.